سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يا جماعة هو سر نجاح أي كحك في الدنيا. بصوا أنا متعودة معاكم وعملت قبل كده وصفات كتير للكحك، اللي متابعني عارف إني دايما بعمله بارد، بس الصراحة الوصفة دي اختراع. عارفين بتاعت أجدادنا اللي هي التحفة دي، اللي بتشمي ريحة الكحك كده من آخر الشارع. كل سنة وأنتم طيبين. أنا مروة، لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وقولي لي رأيك إيه في وصفاتنا. بصي بقى يا ستي، الكحك ده ليه تركات كده وحركات عشان يطلع معاكي ناجح وزي الفل، احلى من بتاع المحلات. واتحداكي هيكون متماسك، والنقشه زي ما انتوا شايفين كده ما بتتغيرش خالص. وبصوا اول ما بتمسكوا في ايديكوا او بتاكلوه كده بيدوب في البق دوبان. خطير فعلا، السمنه مظبوطه جدا. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. كحك حلو يعني دقيق حلو وسمنه حلوه. انا اخترت سنبله الفرات، تمام. دقيق خاص للكحك والبسكوت، وده طبعا افضل، ما تسترخصوش عشان تاخدوا نتيجه كويسه. انا هعمل مقدار كيلو. تمام كده. هحتاج كمان معلقة من السكر مليانة، ما تستغربوش خالص، هي طريقتي مختلفة شوية. معلقتين كبار من السمسم المحمص. هعمل حفرة كده في دقيق زي ما انتوا شايفين. وهسخن بقى السمنة بتاعتي. كل ما هتكون السمنة نوعها نظيف دي سمنة بلدي، تمام. هتديكي نتيجة افضل. السمنة بقدحها زي ما انتوا شايفين كده، يعني بديها غلو على النار لحد ما بحس بتدي بخار زي ما انتوا شايفين. مقدار السمنة بتاعنا بقى 550 جرام، تمام. بالكوباية تقريبا كوبايتين مليانين وثلاث معالق من كبار. تمام كده. بسيبه بقى يهدى بس عشان طبعا اللسعة فيه بفورة. وببتدي بقى بس العجين. الناس اللي متعرفش يعني ايه بس العجين، الناس المبتدئة طبعا، طبعا كلنا اساتذة وبنعرف. بس العجين ده يا جماعة ان احنا نغلف كل حبات الدقيق بالسمن زي ما انتوا شايفين. عايزين كعكة حلو يبقى تبسوا حلو. ما تستعجلوش خالص، مش اقل من 10 دقايق. بس بذمة يعني، تمام. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ابس كويس جدا. السر بقى في معلقه المحلب. انا بطحنها، ده بيكون شكله حصى. بطحنه في الكبه وبيطلع معايا بودر بالشكل ده. وكمان معلقه مليانه من ريحه الكحك. وببتدي بقى اضيف كوبايه من الحليب بالتدريج. انا ما بعجنش زي ما انتوا شايفين. تمام كده. تقدري تستغني عن كوبايه الحليب وتستبدليها بنص كوبايه بس، لو انت حابه الكحك ده يبقى زياده عن اللزوم. انا بحب وسط، تمام كده. لو احتاجت بقى سوائل تانية كل شوية لو تلاحظوا بعملها اختبار. وببتدي ان انا اشوف بتشقق ولا لا. لو حسيتوا انها بتشقق تبدأوا ان انتوا تعجنوا بمية دافية بالتدريج برضو. تمام. وبرضو ما تعجنوش زي ما انتوا شايفين انا بعمل بصوابعي ازاي بكف ايدي بالشكل ده لحد ما تتلم معانا. بفضل اعمل كده لحد ما بتديني نتيجة انا اكون راضية عنها، ما كنش فيه اي تشققات خالص. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لا لسه شويه هزود كمان. احتاجت معايا كوبايه من الدقيق، سوري، كوبايه من الحليب وكوبايه من الميه الدافيه. كل واحد طبعا على حسب الدقيق بتاعه بيمتص سوائل ازاي. اهم حاجه يا جماعه يعني اخدموا الحاجه كويس، لان الحاجه غاليه زي ما انتوا شايفين، فلازم تطلعوا الحاجه نظيفه. ده بيكون شكلها. هبتدي بقى ازود بس شويه ميه كمان وخلاص. هبتدي بقى اجوفها بالطريقه دي. خدت كورة بقى من الملبن اللي انا عملته، احتجت نص كيلو ملبن. ضفت عليه تقريبا معلقة من السمن البلدي وكورته كده كور صغنونة، تمام كده. وببتدي ان انا احطه بالشكل ده. ببتدي بقى اشكل الكحك بتاعي بالحجم اللي انا عايزاه. كل ما هتصغري كل ما هيكون الطف كتير. بتعملي تجويف بصباعك وبتدخلي العجوه او الملبن اللي انت بتفضليه بالشكل ده. واهم حاجه تقفليها كويس جدا وبالبصامه بقى. لو انت طبعا حابه او من هواة بقى المزاج ان انت تعملي بالمنقاش مفيش اي مشكله خالص، تمام. كل واحد على حسب راحته. بس الصراحه انا بالنسبه لي البصامه دي بالنسبه لي احلى كتير. ده بيكون شكله. بسخن بقى الفرن بتاعي وانا بشتغل مش اقل من ربع ساعة قبل ما ادخل فيه الصواني بتاعتي. وده مهم جدا على فكرة، درجة حرارة 180 في الرف الاوسط. لو احتاج الشوايه ببتدي اديله لون بسيط جدا ذهبي فاتح بالشكل ده. اللون والريحه بقى تجنن. انا ما بلمسوش تماما لحد ما يبرد. انا اول ما بحس انه ابتدى يبقى دافي ببتدي بقى ان انا احركه، تمام كده. شايفين النقشه ما اتحركتش خالص، وده سر نجاح الكحك. في ناس كتير بتعمله والنقشه بتبوظ خالص، ده معناه ان السمنه كده زياده معاه. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الطعم والريحه تجنن يا جماعه. خطير. ريحه الكحك مع المحلب عامله شغل عالي. انا بقى من هواة ان انا بحب اعمله كله بالسكر واشيله بالشكل ده. ليه بقى؟ لان لما بتحطي السكر عليه وهو دافي السكر بيلزق فيه ما بيطلعش خالص. ممكن بس وقت التقديم تديله بس رشه خفيفه كده ايه، بال
بالمصفى كده زي ما انا عملت دلوقتي. تمام، بس بصراحه كده خطير يجنن، مفيش احلى ولا اطعم من كده. قولوا لي بقى انتوا بتعملوه بالطريقه دي ولا بتعملوه على البارد؟ صدقيني جربي الوصفه دي وباذن الله هتعجبك قوي. عايزه اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. ميزه بقى الكحك ده ان انت هتحققي المعادله الصعبه فيه، باي معنى؟ ان انت هتحسي انها متماسكه، النقشه بتاعتها ما بتبص خالص منك، وفي نفس الوقت بتاكليه او بتلمسيه بيدوب ذوبان زي ما انتوا شايفين كده. وهي دي المعادله الصعبه بتاعت اي كحك ناجح. تقدري بقى ان انت تحتفظي بيه في علب بالشكل ده. اهم حاجه ما تحطيش ورق زبده عشان ما يشربش السمنه بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده. باي باي.